باقول لك في الفيديو ده هاعرّفك على 10 نصايح هتفيدك مع الحِدّة، ما تتناقشيش قبل الأكل، الجوع دايمًا بيخلّي البني آدم عقله بيشتغل غلط، ناقش دايمًا بعد الأكل علشان خاطر ما تتخانقوش على حاجات ما لهاش لازمة أو حاجات تافهة، ما تسألهاش مالِك أكتر من مرتين، ولو قالت لك ما فيش يبقى في، بس ما تزنقهاش، استعد للعاصفة بهدوء، ولو قالت لك خُد راحتك ما تاخدهاش حرفيًا، لإن ده مش تصريح، ده تهديد مبطن، ولو سألتك أنا اتخنت ما تحاولش تفكّر، الإجابة الوحيدة المقبولة هي أنتِ جميلة في كل حالاتِك. أي كلمة زيادة ممكن توديك في داهية ها خد بالك. تاني حاجة ما تبعتش لمراتك هتأخر شوية قبل ما تتأخر بجد، لأنك أنت لو رجعت في ميعادك هتبقى أنت يعني عامل فيها بطل، ولو أنت اتأخرت هتبقى أنت خدت بالك من الأول وما عملتش اللي أنت عايز تعمله، وده هيزود الطين بلة. لو لقيتها زعلانة وما تتكلمش ما تفرحش، ده الهدوء اللي قبل العاصفة. احجز لك أي مكان في الأمان علشان خاطر تخلع. اتعلم تقول حاضر بدون ما يبان عليك النية إن أنت هتهرب، ودي مهارة أساسية لإنقاذ العلاقات. لو قالت لك فاكر مثلًا لمّا اهرب فورًا، لإن هي غالبًا بتستدعي الملفات بتاعة قضاياك السابقة، والنتيجة مش هتبقى في صالحك غالبًا. ما تقولش رأيك في مسلسلها المفضل خالص، حتى لو كان البطل بيتصرف بغباء، هو في نظرها ملاك وأنت اللي مش فاهم أي حاجة، عادي ما تاخدش الكلام على نفسك. افتكر دايمًا المناسبات المهمة أو اعمل نفسك فاكر. الهدايا والحاجات دي لو نسيتها في عيد الجواز حاول تهزر بس بحذر شديد، لإن أنت لو كده هتتقلش. لو عجبتك النصيحة ما تنساش تعمل لايك بقى وشاركها مع حد محتاج ينقذ نفسه.